ست الكل لو لسه بتجهزي اسمعي الفيديو ده، صاحبي لو لسه بتجيب الجهاز بتاعك والاجهزه بتاعتك اتفرج برضه على الفيديو ده. انا طول عمري اسمع عن المكنسه الوايرلس بس ما جربتهاش الصراحه. انا اعرف المكنسه بتاعتنا دي الحلوه اللي احنا بنستخدمها دايما في اي بيت مصري. فكره ان المكنسه وايرلس دي ما كانتش راكبه دماغي، ده ايه المكنسه اللي انا هشحنها قبل ما انام دي كمان، الى ان جربتها. وتعالى بقول لك ايه الفرق التجربه ما بين مكنسه وايرلس والمكنسه التقليديه بتاعتنا الواير. وغالبا هطلعك من الفيديو ده وانت مشتري الوايرلس تقريبا يعني. المهم لو وصلك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوفني الفيديوهات اللي جايه. تعالى اقول لك على الفروقات ما بين القديم والجديد. دي المكنسه اللي انا كنت بستخدمها الاول، ايه لطيفه ظريفه مقضياني تمام بتاع ده، بس كانت بتخليني ان انا اكسل ان انا استخدمها. يعني في خطوات معقده كتير قوي عشان اعرف استخدمها. تسحب بقى السلك وتروح توصلها، ولو انت بتنظف مكان كبير تبتدي كل شويه تجرها وتاخدها من مكان لمكان وترجعها ورا شويه وتاخد بالك من السلك. يعني بصراحه بروسس كتيره، ده غير ان هي اصلا نقلها من مكان بحس ان هي كانت تقيله، مش عارف 7 كيلو، مش عارف ليه 7 كيلو. فكانت بروسس كده كتيره كانت بصراحه مخلياني انا هي موجوده بس انا بكسر استخدمها، بستخدم المقشه العاديه. طبعا ده غير تخزينها اللي بيحتاج مساحه كبيره. انت شايف هي عامله ازاي؟ الى ان وصلتني مكنسه وايرلس من ليفوي. صراحه الاختراع ده وهمي وهقول لك ليه دلوقتي. بعيدا عن فرق الحجم الشاسع ما بين الاثنين، شوف دي بص صغيره ازاي، يعني هي دوبك حاجه كده عمود واقف ممكن تعتبره ديكور في البيت والله. وكمان هي بتثبت لوحدها كده، وممكن كمان تعلقها على الحيطه، جاي معاها ماونت كمان، وهنتكلم عن انبوكسنج كمان شويه. وفرق كبير قوي في الاستخدام ما بين دي ودي. هي دي بس بتشدها بتمشي معاك في كل حته من غير اسلاك، من غير توصيلات، من غير اي حاجه. هي فيها بطاريه بتشغلها وشكرا. وهنتكلم عن موضوع البطاريه ده كمان شويه. فبصراحه الاختلاف شتان الفرق. احاول اقارنك كده ما بينهم خلال الفيديو، بس بعد ما نتكلم بقى بالتفصيل عن مواصفات المكنسه الوايرلس اللي معايا دي. اول حاجه تجربه الانبوكسنج بصراحه كانت عبقريه. كل حاجه بوكس صغير محندق، وانت مش متخيل ان كل دي في البوكس الصغير ده. بس كانت تجربه انبوكسنج سهله جدا، كل حاجه متنظمه مرتبه وشارحين لك باكتر من لغه عربيه، لغه انجليزيه، ازاي توصلها. وتوصيلها اصلا كان عامل زي الليجو، شويه حاجات انت بتركبهم فوق بعض شكرا خلاص كده، هي توصيلات بس. هي القطعه الاساسيه والخزان وفي تطويره والمكنسه اللي تحت او الهيد اللي من تحت اللي بتستخدمها، وبتبدلها على حسب المكان اللي انت هتنضفه. وجاي معاها الشاحن اللي يشحنك البطاريه والبطاريه. يعني موضوع سهل وبسيط جدا، يعني انت مش محتاج حتى تقرا المانيوال جايد عشان تعرف توصلها. انت لو شفتها كده هتفهم الدنيا فيها ايه. طب ايه الحاجات اللي جاي معاها؟ جاي معاها الهيد الكبيره، المكنسه العاديه خالص، وليد واصغر شويه ممكن تستخدمها مثلا مع الكنب، الكراسي، الكلام ده. والقطعه الرفيعه خالص اللي بتوصل للاماكن الضيقه دي. كلام جميل جدا. تكلمني عن وزنها، هقول لك كيلو و600 جرام، ارتفاعها متر و10 سم. مقارنه مثلا بالثانيه، شوف انت الثانيه بتاخد حيز قد ايه حواليها كمان السلك والخرطوم بتاعها بتاع الشفط وهي اصلا 6 كيلو ونص اللي معايا دي، مقارنه بكيلو 600 ولا 2 يا عم 2 كيلو. انت تلت الوزن. دي اول حاجه مسهله عليا الاستخدام، مش مخليني مكسل اروح اجيبها وافضل اشد فيها واعمل الكلام ده. ثانيا الوزن زي ما شرحت لك. ثالثا مش بتاخد حيز. من مميزاتها ان فيها زي لوك بيتك كده اول ما بتوقف العصايه بشكل عمودي او شكل راسي، هتلاقي كده في كليك حصل، تعرف ان هي كده خلاص تقدر تسيبها مش هتقع ولا هيحصل اي حاجه. بعد كده لما تستخدمها بتثبت الراس الهيد، وبعد كده بترجع لورشه بتلاقي في حاجه كده عملت سناب او عملت كليك اللي هي كده خلاص انلوجد، اللي هي بتقدر تروح يمين وشمال والكلام ده. كمان هي بتقدر توصل ان انت تفردها لغايه 180 درجه، فكانها مسطحه تماما. وده انسب حاجه او احسن حاجه عشان تقدر تستخدمها في اماكن بقى ضيقه، تحت كنبه، تحت كرسي، من غير ما ترفع الحاجات والكلام ده. فدي نقطه ثانيه في الاستخدام. طبعا الهيد اصلا بتلف حوالي تقريبا شبه 360 درجه، يعني بتلف في كل الاتجاهات، فوق تحت يمين شمال، بشكل دائري كده في كل الاتجاهات. والراس كمان بتنحني انحناءات يمين وشمال كده بزوايا معينه عشان ايه تخليك توصل لكل زخنوق عندك في البيت. طيب ده بالحديث عن المواصفات والابعاد والكلام ده. تعال بقى نتكلم عن الاستخدام الواقعي بقى على ارض الواقع. هي تجربتها ايه؟ عندك اصلا الهيد الراس الكبيره دي اللي جواها زي فرشه مصممه بتصميم معين، اولا بيخليها بتلمس الارض 12000 مره في الدقيقه، يعني بتفضل تلم حاجات مع الارض. كمان مصممه بطريقه معينه بيخلي الشعر ما يكلكعش او يلف حواليها، وفي اختبار هنعمله كمان شويه. تعالوا بقى ناخد التجربه بقى لارض الواقع، وجربتها على اكتر من سطح. زي مثلا الموكيت اللي عندي في الاستوديو كان بقاله فتره انا ما نضفتوش، فكان متبهدل، وكان يعني بيئه مثاليه ان احنا نجرب بقى المكنسه دي. حاجه توقع على الارض، بواقي اكل، بواقي مثلا حاجات بقى الانبوكسنج والكلام ده، ورق على ما اعرفش ايه الكلام ده. فكانت مساحه مثاليه ان احنا نجرب مبدئيا على الموكيت. فعلا جربتها بصراحه ساحره. انت بتمشيها بس اتجاه مره واحده كده خلاص شكرا. وفيها اكتر من وضع للشفط. عندك الايكو اللي هو اقل حاجه، وعندك الميديوم او الميد ده الوسط، وعندك التربو ده اللي هو اعلى حاجه بقى. لو عندك بقى حاجه مكلبشه في الارض او بقالك كتير ما نضفتش، ممكن تحط بقى على وضع التربو مود ده.
ولكن ده هيأثر على البطاريه اللي هنتكلم عليها كمان شويه. المهم بصراحه التجربه كانت ساحره فعلا، يعني هو يعني فعلا سحر، انا بس ما بمررها مره كده شكرا. كمان كان عندي كده حته تحت وحده ارفف انا مش باجي جنبها عشان هي ما بشيلهاش ما بحركهاش، طبعا هي طبعا بتتفرد 180 فكانت بتدخل تحتها عادي جدا. وكمان في الهيد الكبيره فيها اضاءه ليد من قدام بتبين لك كده لو انت في مكان ضلمه او حته دي ضلمه اللي مش واصل لها نور، برده بتبين لك انت بتنظف ايه او وصلت لايه، او لو في مثلا مكان نضف ما نضفش الكلام ده. حركه حلوه برده لو انت في مكان ظروف اضاءه او الحته اللي انت بتنظفها ما فيهاش اضاءه كويسه. وده كان اول سطح. تاني سطح جربت على السيراميك، وجربت بقى اكتر من حاجه، جربت مره تراب، جربت مره شعر، وكانت اكتر حاجه بالنسبه لي الشعر. انا قصقصت شعر كتير قوي قوي على الارض، وبعدين انا مش عارف، انا كنت حاسس لا مش هتشفطه بصراحه، هي تعديه مره واحده شكرا شفطت كل ده، ويعني مفيش حاجه سابتها على الارض. فبصراحه كانت مبهره جدا بالنسبه لي. انا كنت متخيل هو هيكلكع بقى فيها وبتاع ما اعرفش ايه، ولا الهواء كله راح على الخزان او التانك بيجمع فيه التراب. انا قلت افتح بقى عند الفرشه اشوف بقى فعلا هل فعلا الشعر ما كلكعش ما لفش ما عملش الكلام ده. فعلا فتحت ولا كأن اي حاجه. انا قلت الشعر بقى يلف حواليها والجو ده، ولا كأن اي حاجه حصلت. كان في بس كام حاجه كده بسيطه خالص. بصراحه ده برده كان مبهر جدا بالنسبه لي، مع اني كنت مقطع الشعر اكتر من طول، في حاجات كانت طويله وفي حاجات قصيره على حسب الحياه الواقعيه بتاعتي. المهم يا باشا، وده كان تاني اختبار ليها ونجحت على السيراميك. قلت بقى خدها الليفل الوحش. انا كان عندي البلكونه بقى لها فتره ما اتنضفتش بسبب ان انا مسافر كتير والكلام ده. المهم بقى قلت باخدها كده، تعالى بقى ليفل الوحش، تعالى بقى كده نجربك في التراب في اقصى حاجه مفيش بعد كده. يعني مش هي بتشفط التراب وكاني بمسح وراه، يعني هو مش بس انا بكنسه، انا كاني بكنسه وامسح. صراحه كانت تحفه، وكان حتى فرق لون السيراميك باين، يعني باين التراب الحته اتشفطت تماما وحته لسه فيه التراب موجود. بصراحه كانت عبقريه. وبعدين بقى الحته اللي فوق السيراميك اللي هي الوزره بتاعتنا بالبلدي، بيبقى الحته دي مش عارف اوصل لها. طبعا كنت بغير بالهيد او الراس الرفيع خالص. كانت مبهره، كانها كانت سحر. بتشفط بصراحه، بتنظف الموضوع كاني بستخدم راس كبيره بتاع الكلام ده، مفيش اي مشكله. ده غير بقى ان انا بتوصل بقى لاماكن ضيقه. عارف انت بقى الباب مثلا او الجرار بتاع البلكونه في حته كده خندق كده بيبقى فيها تراب كتير بيتجمع، ممكن برده كنت بستخدمها معاه. بصراحه ما كنتش متوقع النتيجه، وخاصه البلكونه كانت متبهدله جدا. ما كنتش متوقع هي بتشفط بالقوه دي. وكل ده احنا بجربها مثلا على الايكو او الميديم، ما كنتش مضطر ان انا احطها على التربو كتير بصراحه. اما بقى بالنسبه للقطعه الثانيه اللي هي الهيد، هي هيد تاني بس هي هيد صغيره. الهيد دي ما بتتحركش في اتجاهات كتير، هي اتجاهها مسطح، ممكن تفك التطويله او ممكن تركبها عليها لو انت محتاج دراع اطول، او بتركبها على طول تحت الجسم الاساسي اللي هو فيه الفلتر وفيه الموتور وفيه كل حاجه. طبعا بتبقى صغيره، بتتحول المكنسه من 110 سم لحوالي مش مكمله 40 50 سم، فدي بقى بتبقى مناسبه جدا انت بتنظف بقى عندك الانتريه كرسي بتاع الكلام ده. تحفه بصراحه، يعني بتبقى خفيفه، اخف من هي اصلا خفيفه اوريدي، وبتبقى صغيره كده تقدر توصل لاي مكان. تقدر توصل عليها برده دايركت اللي هو الدراع اللي هو الرفيع او اللي هي بتاع البوز دي اللي كمان فيها فرشه. تقدر بقى ايه تنظف لو انت محتاج الفرشه، بتحركها بالزرار، هي برده بزرار كليبس، اي حاجه في المكنسه دي بزراير. بتطلعها قدام لو انت عايز تستخدمها، مش عايزها بترجعها لمكانها، وتستخدم البوز البلاستيك ده اللي بيوصل لكل المناطق المخفيه اللي انت ممكن تتخيلها. فبصراحه زي ما قلت لك هي اختراع. طيب نيجي بقى للخزان. بيشيل بصراحه كتير، كنتش كل شويه محتاج ان انا افضيه الا بس في مرحله الشعر، عشان هو طبعا الشعر كان كثيف وملى التانك كله، فحطيته او كبيته في الزباله. والموضوع سهل جدا بقى في تفضيه التانك ده. انت في القديم بقى بتقعد تفتح غطا وتطلعها وتفك مشبك وتعمل وتتشقلب وترجع المشبك تاني، مفيش الكلام ده. هو زرار بدوس عليه من جنب بيطلع التانك، بتروح في زرار تاني بتدوس عليه بيفتح الغطا اللي من تحت، يسقط الحاجه اللي جواه، بتفتح فيه فلتر كده مبدئي او فلتر معدني اولي، بتفكه كده بتلفه عكس عقارب الساعه، بيطلع معاك، تفضيه تدخله تاني تربطه، شكرا خلصت. ترجعها تاني هتشبكها. الموضوع سهل وبسيط جدا، مش هياخد منك دقايق. وفي نقطه مهمه جدا من اكتر من الحاجات اللي عجبتني في المكنسه دي، ان فيها 3 طبقات من الفلاتر. في فلتر المعدني في البدايه ده خالص، وفي فلتر فوقيه بقى HEPA فلتر، هو فلتر مايكروسكوبيك الرجيك عشان يجمع ادق ذرات الغبار وما يعديهاش. طبعا بما انها هي بتشفط، ففي المفروض هواء بيطلع من جنب تاني، اللي هو اللي بعد ما شفطنا ولمينا التراب والكلام ده، والتراب اتحجز جوه التانك. في بقى الهواء اللي احنا سحبناه ده المفروض يطلع. الهواء ده بيتنقى قبل ما يطلع لك، بيتنقى من التراب، بيتنقى باي حاجه بتسبب حساسيه وطبعا كلنا عارفين اي مكنسه اللي هي مكانس عاديه، انت بعد ما بتيجي تنظف كده بتشم ريحه تراب. ده الهواء اللي طالع بعد ما تاخد منه التراب، هو لسه في ذرات تراب
فانت عشان كده شامم ريحه التراب. ولكن المكنسه دي مفيش الكلام ده، مش شامم ريحه التراب اصلا. الهواء بيعدي على اكتر من فلتر، ومنهم الفلترين اللي اتكلمت عليهم، في فلتر بقى الاخير قطعتين من الاسفنج تاني عشان يمنعوا اي حاجه بقى تعدي بقى خلاص. حتى لو حاجه هربت من اول 2 في واحد تالت، خط الدفاع الثالث بتاعك. فحقيقي الموضوع مبهر جدا ومناسب لو ناس عندها حساسيه والكلام ده. مش هينفع تستخدم اصلا المقشه العاديه بتاعتنا ولا المكنسه اللي هي العاديه اللي برضو بتطلع التراب شويه. ده مثلا اختيار مناسب جدا ليك. لازم تشوف موضوع الفلتر ده في اي مكنسه انت هتجيبها، سواء دي او غيرها عامه يعني. طيب نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، بما انها وايرلس فهي بتحتاج بطاريه. فالبطاريه دي يعني مده استخدام محدده انا مرتبط بيها، مش هينفع ازود عنها. البطاريه اولا حجمها 3000 ملي امبير، بتدوم معاك استخدام على حسب المود اللي انت مختاره. يعني على المود الايكو بتقدر توصل لغايه 60 دقيقه، ساعه. ده لو انت بتستخدم القطعه اللي هي اللي بوز رفيع خالص دي. طب لو بتستخدم اي هيد من الهيدات سواء الهيد الكبيره او الصغيره، الموضوع بيقل شويه على الايكو لغايه 40 دقيقه. طيب لو حطيتها على الميديوم او الوضع اللي هو الوسط، لو بتستخدم اي هيد من الهيدات الكبيره بيبقى 25 دقيقه، ولو بتستخدم برضو اللي هي الرفيعه دي برضو بيبقى 25 دقيقه. طيب على وضع التربو مع الهيدات الكبيره بينزل الرقم ده لغايه 12 دقيقه بس، ومع البوز الرفيع ده بيبقى حوالي 10 دقائق. طبعا مده استخدام ممكن تكون ليك مش كبيره، خاصه لو انت حاططها على وضع التربو، وصدقني عامه انت مش هتلجأ له كتير يعني الا نادرا. انا ما استخدمتوش تقريبا، انا كنت بستخدم يا اما الايكو يا الا الميديوم، بجرب بس. وطبعا جربت برضو التربو عشان انا بجرب لك وانقل لك التجربه كلها، ولكن انا ما كنتش محتاجه. هي فعلا على الايكو هي قويه اوريدي، بتسحب كويس جدا، ولو احتجت ازود شويه بزودها للميديوم او اللي هي القوه اللي في النص. ولكن للامانه انا كنت محتاج وقت استخدام اطول، يعني يا ريت بقى لو كان في وقت استخدام اكتر. ولكن هم بيوفروا البطاريات بشكل منفصل، تقدر تشتري اكتر من بطاريه. طيب وقت شحن البطاريه بياخد قد ايه؟ بياخد حوالي من 3 ل 4 ساعات عشان البطاريه تشحن من 0 ل 100%. وبيبقى عليها كمان 3 شرط ليد كده بيبينوا لك حاله الشحن بتاعتها، او باقي فيها شحن وانت بتستخدمها قد ايه، وانت بتشحنها هي وصلت لقد ايه شحن. طيب ممكن تشحنها باكتر من طريقه. هي ممكن تطلع او تفصل البطاريه بشكل منفصل، وده موضوع سهل جدا برضو، وكل حاجه بزرار. هي زرار كليبس بتشدها طلعت خلاص في ايدك، وتوصلها دايركتلي على الشاحن، او عن طريق وانت معلقها كمان على الماونت اللي جاي معاها، ان انت ممكن تثبته في الحيطه. والامانه انا ما ثبتوش، برضو بتقدر توصلها من خلاله على الشاحن وتشحن وهي متعلقه او انت مثبتها على الحيطه. وبما انها بتقف لوحدها بصراحه، وانا ما عنديش اطفال بتجري كتير في البيت، ما عنديش اصلا حد غيري، فبسيبها واقفه كده تمام، ما فيش اي مشكله، مش مضايقاني بصراحه. وكمان هي خلاص هتبقى اساسي جوه، قطعه اساسيه جوه الاستوديو، هستخدمها تقريبا كل يوم، سهله ومش مخليني ان انا اكسل ان انا انضف بيها. وبصراحه بتشفط كويس جدا، وتنظيفها وتثبيتها سهل جدا. طيب بالنسبه لتنظيفها هي نفسها، طبعا هي من بره بتمسحها بقطعه مبلوله كده معصوره كويس، لكن التانك تقدر كل قطعه فيه تغسلها بالميه عادي جدا، ولكن لازم تنشفها كويس جدا. يعني بتفك الفلتر الاولاني المعدني، وبعد كده تفك الاتش اي بي اي فلتر اللي انا مش عارف اختصار لايه بالظبط. بعد كده الفلاتر الاخيره اللي هي السفنج، كل ده ممكن تغسله بالميه، وبعد كده تسيبهم في الشمس ينشفوا تماما. وبعد كده برده تغسل التانك بشكل كويس جدا، كده رجعت جديده ونضفت تماما. ولكن لازم ينشفوا بشكل كويس جدا من الميه والرطوبه، وبعد كده تجمعهم تاني تقدر تستخدمها وهكذا. مميزاتها خفيفه سهله سريعه، بتشفط كويس، مش واخده حيز من المكان اللي انا فيه، شكلها شيك بصراحه، قطعه كده انتيكه في البيت عندي. الملاحظات اللي عليها او ممكن يكون عيب للبعض، وهي وقت الاستخدام مش طويل قوي لو انت استخدمت التربو، ولكن على الايكو 40 ل 60 دقيقه ده وقت كويس جدا لو انت كل يوم بتنظف كل يوم، فمش محتاج تقعد وقت اطول، فانت تبقى الدنيا مش متبهدله عندك. او لو كل يومين 3 ممكن تبقى محتاج وقت اطول شويه، فاهم؟ ممكن تشتري البطاريه بشكل منفصل علشان تقدر عقبال ما دي تشحن تكون بتستخدم دي، عقبال ما دي تخلص تكون هي شحنت، وهكذا. نيجي بقى لاخر حته واهم حته، انت دلوقتي بتسال سعرها كام؟ سعرها حوالي 1199 درهم على موقع ليفوي الرسمي اللي موجود في الامارات، ولكن عليها اوفر جامد جدا على امازون ب 998 درهم بس، يعني بالمصري حوالي 12000 جنيه و800 و900 تقريبا، يعني في الرينج ده. بس هي بصراحه اختراع زي ما قلت، معاك اكتر من شكل، توصل لاي مكان، تقدر تستخدمها بسهوله، تركنها في اي حته، مش هتشيل هم التنظيف بعد كده. لو انت واحد عايش لوحدك زي حالاتي كده، موضوع التنظيف ده بالنسبه لك مش هيبقى موضوع صعب. بس يا معلم كده انا اكون خلصت. اتمنى اسمع رايك في تحت الفيديو في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وانا اول مره تشوفني ما تنساش ان انت تشترك في القناه عشان تشوفني الفيديوهات اللي جايه، واشوفك على خير في الفيديو الجاي. سلام.